اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديرو مع بعضياتنا واحد الكسعه ديال الكسكسو كتجمع ما بين البلبولة الشعير اللي كتجي محلوله حبه على خصها والراس ديال الغنمي. كتجي واحد القصعه راقيه ولذيذه بزاف. مباشره المكونات كيف ما كتشوفوا هنا عندي بلبولة الشعير البلديه. انا سنقول لكم البلديه ماشي الروميه اللي كاينه في الحوانت، لا هادي شريت الشعير من الطاحونه وطحنته والبلبوله ديالها صحيه 100%. باش تجينا البلبوله دايره حبه على اختها وما كتلصقش ضروري ما غادي نغسلوها، لان ملي كطحن كيولي فيها الطحين، ضروري غنحيدو منها داك الطحين. وفي نفس الوقت حنا كنفركو فيها وهي راه كتشرب الماء. شوفوا داك الماء فاش فركناها راه تيولي بحال سبحان الله العظيم بحال الحليب، لانه داك الطحين كله مع رقيق وخفيف كيمشي مع الماء. ضروري تغسلوها، لان لا ما غسلتوهاش جيتو شربتوها الماء مباشره داك الحين الطحين تيكون داير رقيق بزاف بحال الفورص وكيبقى كيلصق. شوفوا الماء ديالو بعد ما صفيناها، طبيعة الحال داك الماء ما غاديش نرميوه نديروه في فيزان اللي عنده الغرس هكا يديرو. غادي نعاود نشللها ضروري باش الا كانت باقي شي حاجه ديال الطحين ولا شي حاجه غادي تحيد. وسميتو وفي هاد اللحظه اللي حنا كنغسلوها اللي كنديروا فيها الماء بزاف وكنغسلوها راه كتشرب. ردوا بالكم كيحسب لكم راه ما كتشربش، لا هنا البلبوله راه كتشرب الماء ديالها، الحق ديالها في الماء. صافي ما بقى ليا غير نديرها في واحد الشبيكه ولا شي صفايه ونخليها تقطر على خاطرها ونخليها على جنب. هنا بالنسبه الراس طبيعه الحال مغسول مزيان، كل ما تغسل مزيان تحيد منه ديك ريحه الشياط وريحه الراس باش يجينا لذيذ. عندي 3 البصلات متوسطين ولاصوص ديال المطيشه، هذا ديال الطماطيشه عاديه مطحونه عادي. اللي ما عندوش هاد لاصوص يحك 3 الحبات ديال المطيشه ولا يطحنهم مع البصله. غتحيدوا المطيشه القشره وطحنوهم مع البصله مع شي كاس د الماء بحال هكا كيف ما كتشوفوا. البصله طحنتها وزدت عليها لاصوص ديال المطيشه وغادي نزيد واحد الحزمه ديال الربيع. هنا درت معلقه صغيره عامره ديال البزار ما بين الكحل والبيض، سكينجبير، خرقوم البلدي. هنا غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال المروزيه. حاولوا ديروا التوابل المنسمه طبيعيه افضل من النكهات اللي مصنعه. كندير الملح، الربيع، وكندير هاد اللحم طبيعه الحال درنا معاه كاس د الماء وخليوه كيتشحر مزيان. راه خليتو يتشحر مزيان شي ساعه الا ربع. اللحم الراس راه كيبغي الاقامه. كنزيد هنا مغليان. الكسكسو اللي كيجي راقي وكيجي بريستيج ان البصله ما خصهاش تجي باينه فيه والمطيشه ما تجيش باينه فيه، ضروري يكونوا مطحونين باش ما يجيوش باينين. وكيعطيونا واحد المرقه اللي هي خاتره بزاف. هنا كنزيد الحمص بطبيعه الحال بعد ما درت الماء غليان ما طيب غنزيد الحمص يطيب ليا مع الراس. ما يمكنش نكونوا دايرين الراس وما نديروش الحمص، ضروري الحمص. ثاني حاجه اخرى الراس راه ما كيبغيش الخضر بزاف، الراس لانه فيه واحد المذاق خاص خصنا نذوقوه ما نكثروش فيه الخضر، راه بحال الكرعين كيبغيش هو الخضر بزاف. هنا كيف ما شفتوا البلبوله بعد ما تصفات ونشفات شويه طبيعه الحال وبعد ما غلى لينا المرق غادي نديروها التفويره الاولى. هنا كتشوفوا دايره الفلفله حاره في الكسكاس الطيب حتى هي على البخار. الا درتها في البرمه كنخاف لا تفرقع تما، واش يكونوا الدراري كيبغيو ياكلوا الكسكسو باش ما يجيش المريقه حاره. هنا فارس التفويره الاولى كتشوفوا غادي نحيد ديك الفلفله نرجعها الكسكاس طبيعه الحال. شوفوا انا
تبارك الله كلشي كيعرف يطيب كسكسو، ولكن راه كاين الفرق بين بلبولة الشعير وبين السميدة وبين الكسكسو ديال الكسكسو العادي، راه كاين كل طيابو. هنا كندير الملحة وكندير كاس ديال الماء. هنا راه كاس واخا كتشوفوا معاه ما شرزت شويه، كاس ديال الماء. كنرش كاس ديال الماء عادي صافي فقط، ما كنكثرش الماء، وكنحاول نشربها داك الماء ديالها اللي درت. انا درت الملحه هنايا لان هي شربات الماء الكافي ملي كنت تنغسلها. هنا تنحاول نبردها وندخل فيها داك الماء اللي درت ليها راه شرباتو، ونخليها حتى تبرد شويه، ضروري خاصها تبرد. البلبوله ما ديروهاش تعاود تفور وهي سخونه، بطبيعه الحال وهي سخونه لانها باقا رطبه عاود تعاود تعجن، غنخليوها تبرد. غادي ندوزو شوفوا الخضر درت تيجي لفت الحار مع الراس، تيجي منكوش فيكم طوب روعه تيجي واحد المذاق خطير، الا جربتو غادي تشكروني ليه. انا اللفت كيف ما شفتو انا ما كنقيش، كنجرو بحال الخيزو بطبيعه الحال، وكنغسلو وكنقطعو. هنا البلبوله فارت ليا المره الثانيه. ما بغيتش نقول لكم ندوز المراحل ديال التفار، بغيتكم تشوفوا معايا بانها ما كتجيش معجنه. هنا غادي نحلها واحد شويه طبيعه الحال باش ما تبقاش. شوفوا تبارك الله كيفاش كتبان لكم محلوله حبه على خصها. هنا غادي نزيد لها، غادي نرشها عاوتاني بكاس ديال الماء. البلبوله ملي كتغسلوها مزيان في الماء باش نعطيكم اختصار، كطيبوها طياب السميده بحال كيف ما كطيبوا السميده الغليظه ديال الكسكسو، غطيبوا البلبوله. السميده الغليظه ما كتغسلش والبلبوله كتغسل صافي فقط. كاع اللي كتعرف طيب السميده راه غتجيها البلبوله ساهله ملي تغسلها صافي. شفتوها كيفاش كتبقى محلوله حبه على اختها، ما معجنه ما كتلصق ما والو. هنا كتشوفوا التفويره الثالثه. بالنسبه للتفويره الثالثه، الناس اللي عزيز عليهم السيكوك يحيدوا الكميه اللي باغيين ديال السيكوك وديروه في شي بلاطو، يوزعوه بحال هكا ويدخلوه للثلاجه يبرد. وما تبقى ضروري ما نديرو ليه شي شويه ديال السمن. انا درت معلقه ديال السمن هنايا لان سايكوك ما كيبغيش السمن. هنا غادي ندهن هاد الحبات ديال البلبوله بهاد السمن هذا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي محلوله حبه على اختها. شوفوا كلشي قدامكم صافي. نهز واحد الكميه غادي تشوفوا، هاي تشوفوا كميه، هاي غنضغط عليها بصبعي عاد كتعجن. شفتوها هذا كتبان لكم راه طايبه ولكن ما كتلصقش. كيف ما قلت لكم باختصار ديروا لاطياب السميده وغتجيكم واعره. هنا غادي نسقيوها بداك لاصوص طبيعه الحال بعد ما حيدت منه اللفت والراس. غادي نسقي البلبوله نشربها هي الاولى، خاصني نشربها عاد نحط عليها الراس. ضروري البلبوله كتبغي تشرب خاصها ضروري نسقيوها هي الاولى. شوفوا المرق تبارك الله كيفاش كيجي، تيجي عاقد. ديك البصله ومطيشه ما كتبانش، ولكن كتعطينا واحد اللذه واختوريه لهاد الطبق هذا. دابا كنحط داك الراس ونزيد اللفت حتى هو. صدقوني جربوه، وممكن ديروا غير الراس والحمص فقط. واللفت كيزيد واحد الريحه اللي هي غزاله بزاف. ما تنساوش ليا الفلفله حاره من الفوق، وبصحه وراحه.